احلى بلح شام في الدنيا. يلا بينا نعمل احلى بلح شام تحفه، وكل الكميه دي عملتهم ببيضه واحده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم ونشوف عملنا بلح الشام التحفه ده ازاي. صدقيني الطريقه دي جميله جدا جدا، جربيها ومش هتندمي. معايا هنا 3 اكواب من الدقيق، ونص كوبايه من النشا، ونفس الكوبايه هي اللي هعاير بيها الميه. مقاديرنا كلها بكوبايه واحده يا جماعه، ما تغيرهاش. معايا 3 معالق من السكر، 3 معالق من الزيت. انا هقلب هنا النشا والدقيق بس مع بعض الاول عشان يختلطوا ببعض كده، وبعدين هنزل على الميه اول ما تبتدي في الغليان، وهبتدي اقلبها كده وافضل اقلب فيها لحد الدقيق ما تشوفيه اختفى قدام منك. ما تطوليش اكتر من كده. بصي اول ما الدقيق اختفى وحسيت ان العجينه ابتدت تلم كده معايا، هروح منزلاها فورا من على النار. هفضل اقلب فيها كده شويه حلوين لحد ما هتبرد، وهنزلها كمان على الرخامه واحاول افرد فيها كده شويه لحد انا عايزه ابردها. هسيبها بقى تبرد خالص معايا كده، بحاول المها شمال ويمين بس سخنه جدا في ايديا. لحد بس ما تبرد. اول ما هلاقيها تبتدي تبقى دافيه رجعتها تاني في الحله، وحطيت عليها بيضه واحده وعليها اسانس حليب او فانيليا الموجود عندك. لو حطيتي البيضه سخنه هتستوي، لازم العجينه تكون يا دوب دافيه. هبتدي افضل اقلب فيها لحد ما تنعم خالص، وبعدين هبتدي بصي بعمل ايه. القمع ده انا بشتغل بيه كده على طول لاني ما عنديش كيس تقيل. لو في كيس تقيل اشتغلي بيه، ما عندكيش كيس تقيل اشتغلي بالقمع كده على طول وزقي بصبعك. هيبقى اسهل قوي قوي. لو حطيتي كيس يكون ضعيف هيبهدلك يعني، مش هينفع تشتغلي بكيس نايلون او كيس حلويات يكون خفيف. الزيت هنا انا لسه مولعه عليه حالا، يعني الزيت بارد. انا كملت بقيه الآلية في الاخر والزيت كان سخن والله، وعطى نفس النتيجه. ليه؟ لان احنا مش حاطين بيض ياما. لو حاطين بيض ياما بينفش جامد لو الزيت سخن قوي. انما عشان احنا حاطين بيضه واحده، هو نفشان المظبوط. بصي منتهى الجمال. وبقيت اشيل وارجع احط تاني بلح الشام وانا مش مبرده الزيت زي ما انت شايفه كده، وطالعه نفس النتيجه. والله والله طالعه نفس النتيجه، جميل جدا. وتطلعيه من الزيت سخن، تحطيه في الشربات التقيل، شربات الكنافه اللي هو كوبايتين سكر على كوبايه ميه. ده بيبقى تقيل وانا حافظاه عندي في التلاجة طول شهر رمضان. اطلع منه كده واستعمل، ما افضلش كل مره اعمل شربات. بصي وطلعته وصفيته وحطيته في الشربات على طول، شرب الشربات كويس جدا، وبعدين بطلعه احطه في مصفى عشان ينزل الشربات الزياده. وطلع حلو قوي قوي، جربيه هيعجبك. واحفظيه عندك وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.